مش كل القباب اتبنت للصلاة، بعضها اتبنى علشان يبهرك ويخليك تحس إنك صغير، من آيا صوفيا لقبة الصخرة للقباب الفاطمية في القاهرة. كل قبة كانت بتحكي قصة حضارة كاملة. بس يا ترى عمرك سألت نفسك ليه كل قبة شكلها مختلف؟ ليه قبة زي قبة آيا صوفيا شكلها مختلف تماما عن قبة الصخرة؟ وليه القباب الفاطمية في القاهرة ليها طابع مرعب ومهيب كده؟ الحكاية مش ديكور، كل عصر كان بيستخدم القبة علشان يبعت رسالة. في قباب اتعملت علشان تبان كأنها متعلقة في السماء، وقباب تانية اتبنت علشان تفرض الهيبة، وقباب فاطمية تصميمها كان سابق عصره بمئات السنين. ازاي شكل القبة اتطور من رمز ديني لأداة قوة وفن وسيطرة بصرية؟ الحكاية هتعرفوها كاملة في حلقة أسرار القباب الفاطمية في القاهرة على قناة المشربية. ومن ورا المشربية التاريخ لسه بيحكي حكاية.